ملي تنقولوا التربيه ديال الوليدات على دابا ملي كتربيه الاخلاق وتتربي فيه كيفاش يقرا وكيفاش يكون مستقر. قبيله تكلمتي على واحد النقطه مهمه استاذه لمياء، راه كاين بعض الاباء تيزرعوا دابا في ولادهم هاد الافكار السامه ديال ان شوفي يا بنتي قراي ديري الدبلوم، ما تعوليش على راجلك، ما تسمحيش ليه كذا. اذا انا داخل لمؤسسه الزواج بواحد الافكار مسمومه، فكره هجوميه. انا داخل الحرب ما داخلش الزواج. الولد كذلك، شوف ولدي خاصك ضروري انك ما تعولش. شوف المراه لا ما تعاونكش وما تعطيكش وما هذا ما عندك ما دير بها، العيالات موجودين، انت راجل. هذيك العقليه الذكوريه، زعما انت راجل صافي راك دير اللي بغيتي وانت راك ما عرفت شكون. لا، خصنا نربي وليداتنا على الاخلاق الحقيقيه والحميده ديال الزواج، وعلى انه اساس اي علاقه زوجيه الموده والرحمه. وغادي نختم بواحد المداخله ديال الاخ حسن تيقول لك انا عمري ما جمعت راسي حتى تزوجت، الحمد لله الله رزقني بزوجه صالحه قابله الدار والوليدات الحمد لله والشكر لله. الله يخليها لك سي حسن، الله يجمع شمل الجميع. اليوم حنا كوالدين فعلا خصنا نكون واحد البلسم على حياه وليداتنا، بلسم في كل شيء، في قرايتهم، في علاقتهم الزوجيه. ما نبقاوش نربي ولادنا غير انهم يقراو وياخذوا مناصب. القرايه مهمه وتاخذ منصب وتحقق مستقبلك مهم جدا، ولكن مع الموازاه نعلموا وليداتنا يكونوا ازواج صالحين، ازواج نافعين لوليداتهم ولاسرهم. نعلموا وليداتنا بانه الزواج سكينه، وحنا محتاجين ارواح اللي غادي وصبر وموده ورحمه. واننا غادي الانسان ملي كيكون مقلق ومعصب، المراه الا مشات تحطات راسها على كتف راجلها ولا الراجل على كتف مراته كيحس بالراحه. كل شيء كيمشي في سبيل هذه اللحظات الجميله اللي لا تباع ولا تشترى وما عندهاش قيمه ماديه. كاين بزاف ديال الناس لاباس عليهم ملي تجلس معاه يقول لك راه انا ما مرتاحش وانا ما سعيدش. كاين اللي غيقول لي ولا راه الفلوس هي السعاده. الفلوس وسيله، الفلوس فعلا كتخلينا نعيشوا واحد السعاده ولكن ماشي دائمه، لانه ما كاينش السعاده دائما. كتعطينا لذه وليست سعاده، كتعطينا لذه ماشي سعاده، وسيله باش ناخذ الامور اللي هي ماديه. اما كل ما هو روحي راه ما عنده ثمن.